بيبدأ الفيلم ببلغاريا مع ساندرا اللي بتبقى قاعدة بتتكتك على اللابتوب كده، وبنفهم إن دي شفرة عشان تفجر البنك. وفجأة بتلاقي جوز العروسة اللي في مسلسل أبو العروسة بيتكلم كده. أرسلت ليك الكود ديال تأمين الطريق. حقيقة أنا ما فهمتش ليه، هل ده هيأثر معانا في الدراما في حاجة؟ الإجابة لأ. بعد بقى مطاردة نص ساعة من حمزة، نص ساعة تقريبا بيطارد باللانش، بتاخد بقى الصدمة الأعلى. حمزة عم تمزح معي؟ اتفرج يا عم. طب ليه؟ طب ما نجيب واحد مغربي ونجيب واحدة لبنانية بدل العبث اللي بيحصل ده. هوب بعد كده تلاقي حمزة راح رزانا إفيه صريخ ضحك. في مشكلة. وين المشكلة؟ مش دايت. ولا انت يالا مش من اولها. فجأة بتلاقي مطاردة لمدة 10 دقايق. انت 10 دقايق حرفيا بتتفرج على مطاردة، عربية وهليكوبتر وحادثة بتحصل، وما بيتقالش في كل ده غير كلمة واحدة: ايفو. ليتس جو. انت سمعت صح، ليتس جو. يعني لسه في فسحة تانية، الأستاذ حمزة هياخدنا يفسحنا في كل شوارع بلغاريا، والصحف بقى تتكلم وهو يطلع وينزل وينط وأخبار وشغلنا ما يعلم بيها إلا ربنا. ومفيش ولا كلمة بتتقال، انت تلت ساعة من الفيلم بيعدوا ولسه مفيش ولا كلمة اتقالت. فانت بتبقى قاعد بتتفرج، كل هدفك انك توصل لكلمة المخرج عشان تبقى عارف ان الفيلم هيبدأ.